مش بتظبط معاكي وبتطلع ناشفه ومش مرمله، النهارده جايه اقولك بكل بساطه وبكل سهوله البسبوسه بتاعتنا الدايبه المرمله المكرمله تحفه بجد تحفه، بألف هنا وشفا. بتدوب في البق من طعمتها ومن سهولتها ومن بساطتها، مكونات بسيطة وتكات بسيطة جدا هتعمليها وهتطلع معاكي مرملة ودايبة وبتدوب في البق كده من جمالها ومن طعمتها. بصوا زي ما انتم شايفين شكلها بيتكلم عن نفسه، سهلة وبسيطة ومقاديرها أسهل وأبسط من البساطة. تعالوا نشوف عملنا كل الجمال ده والطعامة دي ازاي. بألف هنا وشفا، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنور رضاكم. يلا بينا نقول هنعمل ايه. جبت اول حاجة كوباية سكر، حطيت عليها معلقة عسل او ممكن تستبدليها بمعلقة شربات او سيرب، وتحطيهم كده على البوتاجاز من غير ما تمدي ايدك فيهم لحد ما زي ما انتم شايفين كده السكر بتاعي يبتدي يتكرمل. رحت جايبه المعلقة وقعدت اقلب فيه كده بشويش حبة بحبة لحد ما كل السكر بتاعي ياخد لون بني، بس طبعا لون بني فاتح ويا جماعة عشان ممكن يتحرق في لحظة كده. بهديه النار وبقلب فيه كده لحد ما كل السكر يتكرمل، وبعد كده قلبته زي ما انتم شايفين. هنقلب فيه لحد ما ياخد لون بني زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. جبت كوبايه وربع حليب او لبن، حطيت كده شويه بشويه، حطيت حبه الاول وبعد كده زي ما انتم شايفين بيطلع كده زي ما انتم شايفين فقاعات كده، حطيت الجزء الباقي وقلبت بالراحه وبشويش ومهديه النار تماما. بفضل اقلب فيه لحد ما كل التكتلات اللي بتاعت السكر تتفك، وبعد كده اتفكت جبت عندي كوبايه الا ربع سمنه بلدي او سمنه نباتي زي ما انت حابه، ضفتها كده وبعد كده قلبت ودمجت. هنطفي بقى عليها خالص ونسيبها لحد ما تبرد وتبقى زي دمع العين. تمام. بعد كده جبت عندي كوبايه وربع برضو سكر وكوبايه وربع ميه، ورفعتهم على النار عشان نعمل شربات او سيرب، وحطيت فيهم نص ليمونه وسبتهم يغلوا لحد ايه ما القوام بتاعي يغلي غلوتين تلاتة كده، وبعد كده هطفي عليه. بعد كده جبت عندي كوبايتين وربع دقيق سميد، نخلتهم وبعد كده حطيت عليهم ربع كوبايه اللي هي جوزة هند، ومع ربع معلقه بيكنج باودر، وقلبت كده وركنتهم على جنب. بعد كده جبت عندي ورق الزبده، قصيته على قد الصينيه بتاعتي، دهنت الصينيه من ارضيتها شويه زيت، وبعد كده هفرد الورقه بتاعتي بتاعت الزبده. وبعد ما افرد الورقه بتاعت الزبده هحط معلقه سمنه وافردها برضو. انا بحط ورقه الزبده عشان لما اجي اقلب البسبوسه بتاعتي تتقلب معايا بكل سهوله، وما يبقاش ما تبقاش لازقه في قلب الصينيه، فاهمني. بعد كده حطيت زي ما انتم شايفين معلقه السمنه، هفردها كده كويس جدا. وبعد ما افردها هيكون طبعا الخليط بتاعي بقى دافي زي دمع العين، ضفته على دقيق البسبوسه او دقيق السميد. هنقلب بس هنقلب من غير يعني ما نزود في التقليب لحد بس ما الدقيق بتاع السميد يختفي والقوام بتاعي يبقى كله ايه مندمج مع بعضه. بعد كده هفضيه في قلب الصينيه بتاعتي. تمام. ودخله بقى الفرن. طبعا انا كنت مشغله الفرن من قبليها على درجه حراره 180 او 200. سبته بقى في الرف الاوسط، بس هنا بقى فردت كده بالمعلقه عشان اسوي بس الاجناب ويبقى كل الصينيه سوا واحد. وزي ما انتم شايفين هزيتها كده، وبعد كده كان عندي سوداني جرشته او فرمته وضفته كده على وش البسبوسه بتاعتي. وبعد كده بعد ما افرده هقوم جايه مبططاه يعني تبطيطه خفيفه كده عشان يبقى ثابت في قلب ايه في قلب الوش بتاع البسبوسه. وبعد كده ادخلها الفرن لحد ما تاخد الحروف بتاعتها كده تجيب عامله لون ذهبي، يبقى كده هي خلاص استوت. او مشغله عليها الشوايه حاجه بسيطه، وبعد كده نطلعها وهنشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا. طبعا هي كانت سخنه والشربات بتاعي كان بارد. ضفت بقى الشربات كله لحد ما الايه البسبوسه بتاعتي تشرب الشربات كله، وسبتها لحد ما هدت خالص. وبعد كده قلبتها على طبق التقديم، وبعد كده هنقطعها زي ما انتم شفتوا معايا في اول الفيديو. طريقتها سهله وبسيطه وبجد مرمله وتحفه وبتدوب في البق من جمالها ومن طعمتها. وطبعا السكر لما كرملناه بقى لونها زي اللي احنا بنشتريها من بره، وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا والسكر بتاعها مظبوط ولا زياده ولا نقصان. بألف هنا وشفا. بالله عليكم بالله عليكم فضلا وليس امرا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو علشان قناتي تكبر بيكم معاكم. بالله عليكم انا عايزاها تبقى مصدر رزق ليا ولبيتي ولولادي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.